السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواتي. كنتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم اخواتي طريقتي في المسمن بحجم كبير اللي كيجي ما شاء الله رائع هماوي تبارك الله وكيجي مورق كيف ما كتشوفوا معايا. فقط تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش كتستافدوا من كاع النصائح اللي غادي نعطيكم ان شاء الله. وقبل ما ندوزو للوصفه اخواتي، كنبغي نطلب منكم واحد الطلب، ما تبخلوش عليا اخواتي باللايك ديالكم للتشجيع وجزاكم الله خيرا. ندوزو دابا نتعرفوا على المكونات اللي غادي نحتاجو المسمن ديالنا. نبداو على بركه الله. انا هنا وريتكم زلافه اللي عبرت بها زلافه متوسطه. عندي 3 ديال الزلايف ديال الدقيق الابيض يعني الخاص بالحلويات، وزلافه ونص ديال الفينو يعني نصف الكميه ديال الدقيق درتها فينو. نتوما عبروا باي زلافه عندكم، يا كبيره يا صغيره على حسب الكميه اللي بغيتو. المهم كيكون الفينو نصف الكميه ديال الدقيق. ضفت هنايا تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الملح، كيبقى حسب الذوق. كذلك غادي نضيف هنايا تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الخميره حبيبات. هنا فقط بغيناها تعطينا الطوع، ما بغيناش تخمرنا العجينه، يعني غير تعطينا الطوع باش يساعدنا ديك المسمنه كيتطلق معنا بسهوله. ضفت كذلك ملعقه كبيره من العسل اللي ممكن تستغناو عليها فقط باش تعطينا ديك اللوين هكا زوين. وكنجمع العجين ديالي بالماء دافي عادي. انا درت الماء دافي على حسب الجو، بدا كيبرد شويه هكا باش العجينه ديالي دغيا تطوع وتساعدني في الخدمه. غادي نستمر هكا حتى كنجمع العجين ديالي كامل. العجين اخواتي ما تقصحوش هكا باش يساعدنا في الخدمه كما ذكرت معكم. انا كيف ما غادي تلاحظوا معايا هنايا راه العجينه بقات مطلوقه، غادي تبان لكم بحال خفيفه ولكن لا، راها غادي تشرب ديك الفينو وغادي تشرب ديك السوائل وغادي تشد راسها. انا صافي غير جمعت العجينه ديالي وغطيتها بلاستيك غذائي، ما غاديش ندلكها، هي غادي تدلك راسها براسها. يعني بقيت هكا كل 10 دقائق كنمشي غير كنديها وكنجيبها وكنرجع نغطيها. درت لها هاد العمليه 3 المرات صافي حتى طلقت راسها وعطاتنا الطوع. دابا غادي ندوز نوجد الخلطه اللي غادي نورق بها، اللي كنحتاجو ليها تقريبا واحد 3 المعالق ديال الفينو. ضيفه لهم واحد المعلقه ديال المايزينا او النشا اللي ممكن تعوضوها بالدقيق، وكذلك نصف كيس من خميره الحلويات. انا كان عندي ديك النص ديال الكيس كان باقي لي ضفته، ممكن تستغناو عليه ماشي ضروري. كذلك هنايا عندي تقريبا واحد 2 المعالق كبار ديال الزبده مذوبين، يعني اي زبده كانت عندكم، ولكن الا كانت حيوانيه غادي يكون افضل باش يعطيكم مذاق زوين. كذلك ضفت كميه من الزيت كيف ما لاحظتوا معايا، لان الزبده دابا الجو بارد غادي تقصح، لهذا ضفت شويه ديال الزيت باش يبقى لنا القوام ديال الخليط هكا نقدروا نتحكموا فيه. صافي الخلطه ديالنا هي واجده دابا باش نورقوا بها. والزيت بطبيعه الحال اللي نبقى نطلق به، يعني ما كنطلقوش بالزبده، دائما كنطلقوا بالزيت باش ما تقطعناش العجينه. كيف ما ذكرت لكم العجين ديالي راه بقيت تقريبا كل 10 دقائق كنمشي غير كنديها ونجيبها، ما كندلكاش وكنرجع نغطي عليها حتى عطاتنا الطوع بحال هكا وكتطلق هي ديك العلكه ديالها. ورجعت على هذا القوام هذا كيف ما شفتوا ما شاء الله راه دلكت راسها. انا على حسب التصوير راه زربت عليها، نتوما الا كان عندكم الوقت خليوها في شي بلاصيكه اولا خليوها في شي بواطه كتسد هكا مزيان. المهم غطيو لها الوجه ديالها باش ما تنشفش، وعطيوها الوقت ساعه 2 سوايع. كل ما خليتوها كل ما غادي تساعدكم في الخدمه، وتبارك الله كتجي منبله كلها وهكا فيها ديك الفقاعات تبارك الله. هذا دليل لان العجين مطلوق ما شاء الله ومدلوك. كنشكل هنا كويرات، انا كما لاحظتوا معايا راه كنديرهم تبارك الله كبار. نتوما على حسب الرغبه ديالكم، لا بغيتو ديروا المسمنه ديالكم صغار نتوما كتحكموا في الحجم ديال هاد الكويرات. انا بغيت نديرهم هكا كبار، قسمتهم تقريبا على واحد 9 رغيفه، ولكن تبارك الله راه جاو كبار كيف ما لاحظتوا معايا. بالنسبه للاخوات المبتدئات ما ننصحكمش ديروهم كبار هكا باش تحكموا فيهم يساعدكم هكا ملي تجيو كتطلقوهم وتطويوهم، وفي نفس الوقت ملي تجيو توضعوهم في المقله ديروا المسمنه ديالكم صغار. هذه بالنسبه للمبتدئات. اما الاخوات تبارك الله اللي مولفين كيوجدوا المسمن راه ما غاديش يغلبوهم قد ما داروهم كبار. هنا خديت الكويره الاولى وبديت كنطلقها، والعجين ضروري تغطيوه كل ساعه، غطيوه البلاستيكات الكويرات اللي عندي على جنب دائما يتغطى بالبلاستيك باش ما ينشفوش. خديت كما ذكرت معكم الكويره الاولى وكان بالمساعده ديال الزيت كنطلق غير من الجوانب كيف ما لاحظتوا معايا، يعني الوسط ما كنقيسوش، كنبقى نجر غير الجوانب وهو الوسط هو كيمشي معنا بسهوله. من بعد ما طلقت هنايا الكبيره ديالي على هذا الشكل هذا نرقوها مزيان، خديت هنا شويه من الخلطه وكنديرها هكايا في الوسط وكنحاول نوزعها بالتساوي. صافي دابا غادي نبدا نطوي الوسط كيف ما غادي تلاحظوا معايا ان الطريقه ديال الطويان غادي تكون شويه مختلفه، يعني كنطوي الجهات بجوج للوسط كيف ما كتلاحظوا، يعني باش نتحصلوا على عدد ديال الطيات اكثر، بحال اللي دايرين في مسمنه وسط مسمنه وحنا غير مسمنه وحده. يعني كنتمنى تكون واضحه عندكم الصوره، راها سهله هكا باش كنتحصلوا على عدد ديال الطبقات اكثر.
وكل ما كنجي نطوي كنضيف كميه من ديك الخلطه هكا باش كيتورق من الداخل مزيان. دابا عاوتاني كوني نطويهم بجوج بهم الوسط، عاد نرجع نطويهم على بعضياتهم. يعني الفيديو راه موضح اكثر من الكلام. يعني كنتمنى الطريقه تجيكم ساهله. هكا كيف ما ذكرت معكم راه كنتحصلوا على عدد اكبر من الطيات، وكيجي تبارك الله ما شاء الله مورق، وكتجي الرغيفه ديالنا كبيره هكا ومهماويه تبارك الله. يعني رغيفه واحده احسن من جوج. صافي رجعت خديت كره اخرى كنرش الزيت بطبيعه الحال وكنطلق. يعني الطريقه راه سهله كيف ما ذكرت معكم بالنسبه للمبتدئات، غير من الجوانب ما تبركوش بزاف، غير الجوانب وكنطلقوا الوسط هو كيتمدد معنا بكل سهوله. يعني فقط العجين خصو يكون مرتاح. انا الكره هي الاولى كيف ما لاحظتوا راه زربت عليها بديت كنطلقها، ولكن هكاك ما تقطعتش معايا. الكره الثانيه كانت طلقت ارتاحت شي شويه، جاتني ساهله هكايا باش نطلقها. وكنكمل بنفس الطريقه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله ديك الفقاعات اللي في ديك العجين انا كنخدم فيه هو كله كيتنبل. يعني تبارك الله يعني العجين كيساعدك في الخدمه هكا ملي كيكون مدلوك ومرتاح. هاد العمليه هذه بالنسبه للمبتدئات كيف ما ذكرت معكم راه شويه تجيكم صعيبه الا درتو مسمن ديالكم كبير، لهذا ديروهم صغار باش تحكموا فيهم، باش تقدروا هكا طويوهم على بعضياتهم بكل سهوله وما يعذبوكمش. انا غادي نستمر دابا. هذه الثالثه تبارك الله غادا خدامه فيهم، راها ساهلين ملي كترتاح العجينه ديالنا كتعطينا الطوع باش كنطلقوها ما كتبقاش تعذبنا اولا كتجبد معنا. وضروري ما تغطيوهم اخواتي باش ما ينشفوش من الوجه ديالهم، ما تنساوهمش ضروري غطيوهم بالبلاستيك. صافي انا غادي نبقى هكا حتى نساليهم كاملين ديك العدد اللي عندي كامل، وغادي ندوز نطيبهم دابا. هنا غادي ناخذ اول وحده معايا راه تكون ارتاحت تبارك الله. صافي غادي نرش المقله ديالي بالزيت، النار تكون متوسطه يعني ماشي قليله بزاف وماشي مجهده باش ما يتخطفوش. وغادي نطلقها بالمساعده ديال الزيت كيف ما كتلاحظوا معايا. يعني كنطلقها ما نضغطش بزاف في الوسط باش يبقى لنا ديك التوراق. يعني كنبقى من الجوانب كذلك كنضغط وكنجر شي شويه. غادي نهز المسمنه ديالي وزربوا عليها في المقله. الا حطيتوها مثلا حسيتوا بالشكل ديالها تخسر، صافي في البلاصه عدلوها في المقله، راه كترجع للشكل اللي نتوما اللي كتحكموا فيها، الشكل اللي بغيتو ديروه ليها. واللي جات صعيبه هاد العمليه هذه طلقوا المسمن ديالكم فوق الورق الطبخ وهزوا ديك الورق وحطوا فوق المقله، راه كتجي الطريقه سهله. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكل، كيعجبني نهز هكا برغيفه هكا بيدي يعني كنتحكم فيها. وكنبقاو نقلبوا. من اهم النصائح باش ينجح معكم المسمن عطيوه التقلابي، تكون باقا ما شدتش راسها. كيف ما لاحظتوا راه كانت باقا خضره من فوق، انا قلبتها باش هكا كتعطيوها فين الوجه الثاني يطلع معاه هكايا ديك العافيه. وكتنفخ ديك الطبقات اللي تما كيدخل معاهم الهواء. يعني كيف ما كتشوفوا ما شاء الله راه كيدخل معاهم الهواء وكيتورقوا وكيتفتحوا ديك الطبقات. الا خليتو حتى نشفت مره تماما عاد قلبتوها راه ما غاديش تحصلوا على نفس النتيجه. صافي انا طلقت الثانيه ووضعتها حتى هي طيب. مره على مره كنرشوا المقله حسنا بالمقله ديالنا نشفت كنرشوها غير شويه ديال الزيت ما تكتروش. يعني كيف ما لاحظتوا انا كنقلب دغيا راه باقا كتكون هكايا باقا العجينه خضراء وانا كنقلبها هكا باش تعطينا نتيجه مزيانه ويتنفخ ويتورق معنا من الداخل. انا غادي نستمر بنفس الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. هذه الثالثه وغادي نستمر حتى غادي نساليهم كاملين ان شاء الله. ما تجهدوش العافيه باش ما يتخطفولكمش الوجه ديالهم، كيجي ديك اللون ديالهم هكا محمر بزاف ماشي زوين. يعني النار تكون متوسطه ما تكونش قليله بزاف كذلك باش ما ينشفوش. تكون النار متوسطه ويكون واحد المنديل حداكم تبقاو توضعوا فيه اللي طابت وحطوها فيه هكا باش ما يعرقوش. خليهم حتى كيبردوا شويه عاد كتمشيو تنفضوهم هكا باش يتورقوا لكم وتجمعوهم حتى يبردوا. هذه اخر مسمنه كانت عندي هي هذه. انا درت المسمن تبارك الله ديال تبراد القلب. يعني كما ذكرت معكم اللي ياخذ وحده ما يزيدش الثانيه، وانتم بطبيعه الحال كتحكموا في الحجم ديالهم كيف ما بغيتو، شكلوهم كيف ما بغيتو وديروا الحجم اللي بغيتو. انا هنا اخواتي بغيت نخلي لكم الصوت الاصلي ديال الفيديو ولكن كان صداع بزاف ديال الدراري
ما قدرتش نخلي، غير سمحوا لي، راه تقرميشه زوينه كتجي فيهم. انا هنا كنفضهم، ضروري كندير لهم هاد الخطوه هذه باش كيتورقوا من الداخل وكيتحلوا كاملين ديك الطبقات. يعني خليو حتى كيبردوا شويه عاد ديروا لهم هذيك النفضه بحال هكاك. صافي، هنا كنوريكم كنقربكم من الصوره اكثر وتشوفوهم كي جاو تبارك الله، ما شاء الله، راه جاو كيشهيو. لا اللون ديالهم ولا التورق ديالهم، يعني صدقوني راه الوصفه ناجحه، فقط تبعوا النصائح. وبالنسبه للاخوات المبتدئات يعني ما تخافوش من المسمن، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني فقط تبعوا الخطوات وجربوا وعاودوا وجربوا وعاودوا، يبقى ينجح معكم ان شاء الله. راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه كيف ما ذكرت معكم، فقط العجينه تكون مدلوكه مزيان، صافي راه كتساعدكم في الخدمه. شوفوا تبارك الله، انا قطعت معكم وحده وشوفوها كيفاش جات من الداخل، راه كيجيو ديك الطبقات وديك التوراق، كيجي ورقه على ورقه ما شاء الله. كنتمنى اخواتي تتبعوا النصائح اللي كنعطيكم، وشكرا على حسن المتابعه ديالكم، والى وصفه قادمه باذن الله.